اخواتي وحبايبي طلاب الشهاده الاعداديه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم يا دكاتره في فيديو جديد. الفيديو ده عباره عن حل وتطبيق على مراجعه الوحده الرابعه. طب تعالى نشوف المراجعه عندنا واسئلتها، ونبدا بالسؤال الاول: اكمل العبارات الاتيه. السؤال الاولاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي يحتوي جسم الانسان على نوعين من الخلايا هما، طبعا النوعين دول اللي هي الخلايا الجسديه والخلايا التناسليه. طيب رقم 2: المناسل المذكره في الانسان. خلي بالك هو عاوز الخلايا التناسليه اللي في ذكر الانسان، دي الخصيه. محدش يقول لي حيوانات منويه، الحيوانات المنويه دي عباره عن خلايا جنسيه. بينما في النباتات الزهريه برضو عاوز الذكر، طبعا هنا المناسل هتكون المتك. رقم 3 بيقول لي في النباتات الزهريه تتكون حبوب اللقاح في نقط، طبعا في المتك، بينما تتكون البويضات في المبيض. يبقى انا عندي دلوقتي العضو اللي بيكون البويضات هو المبيض. رقم 4: تحتوي نقط الخلية على المادة الوراثية التي تتكون من عدد من نقط. طبعا تحتوي نواة الخلية، النواة هي اللي موجود فيها المادة الوراثية ويتكون من عدد من الكروموسومات. رقم 5: يتكون الكروموسوم من نقط ملتصقين معا، يبقى كروماتيدين، كان عبارة عن زي الاكس كده، كروماتيدين ملتصقين معا عند منطقة تسمى السنترومير. رقم 6: يتركب الكروموسوم كيميائيا من حمض نووي وسميناه الدي ان ايه، وكمان اللي هو البروتين. رقم 7: يعرف عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية باسم، بينما في الخلية الجنسية يعرف باسم، طبعا هنا يعرف باسم العدد الثنائي، في الجسدية العدد الثنائي اللي هو 2n، والخلايا الجنسية العدد الأحادي اللي هو بيكون n، اللي هو نص عدد الكروموسومات يعني. رقم 8: تقوم نقط بالدور الرئيسي في انقسام الخلية، وهي تمثل نقط للكائن الحي اللي بيقوم بدور رئيسي في اللي هي انقسام الخلية اللي هي الكروموسومات، ودي بتمثل المادة الوراثية للكائن الحي، المادة الوراثية. وقلت لك في الحتة دي في لخبطة، اللي مسؤول عن انقسام الخلية نواة، اللي ليه دور رئيسي كروموسومات. رقم 9: للانقسام الخلوي نوعين هما الميتوزي اللي هو الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي. رقم 10: تنقسم الخلايا الجسدية نقط مما يؤدي إلى نقط الكائن الحي وتعويض خلايا تلف. الخلايا الجسدية كانت بتنقسم ميتوزيا. طبعا الأسئلة ديت جميلة جدا. مما يؤدي إلى نمو الكائن الحي، بتلم لك الوحدة وانت قاعد في بيتك مرتاح. طيب 11: تمر خلايا الجلد بالطور نقط قبل انقسامها انقسام النقط. طبعا أي خلية بتعدي بالطور البيني، ودي بتتجهز فيه الخليه قبل انقسامها انقساما ميتوزيا. ليه قلت يا مستر هنا ميتوزيا؟ لان انت بتتكلم على جلد يعني خليه جسديه. اثناء الطور التمهيدي تتكثف نقط لتظهر على شكل خيوط رفيعه، اللي كان بيتكثف ويتجمع الشبكه الكروماتينيه لتظهر على شكل خيوط رفيعه مزدوجه تسمى الكروموسومات. رقم 13: تختفي النوية والغشاء النووي في نهاية الطور التمهيدي، كانوا بيختفوا في الطور التمهيدي من الانقسام الميتوزي. 14: عند انقسام الخلية تتكون خيوط المغزل في الطور التمهيدي، كانت بتظهر في الطور التمهيدي وبتختفي في الطور النهائي. حتى ساعتها قلنا ان الطور اللي هو النهائي بنسميه التغيرات اللي حصلت فيه بالتغيرات العكسية.
15 تتكون خيوط المغزل في الخلية الحيوانية بواسطة الجسم المركزي، وعملنا ساعتها مقارنة ما بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. أما في الخلية النباتية من تكثف، وهنا تكثف معناها تجمع، السيتوبلازم. طيب 16 إذا قطع جزءا من الكبد حتى نقط حتى ثلثيه، يعني هشيل تلتينه يبقى حتى ثلثيه، فإنه يمكن تعويضه بالانقسامات الايه؟ الميتوزية. 17 تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام نقط، بينما تنقسم الخلايا التناسلية انقسام نقط. يبقى هنا الجسدية بتكون ميتوزي والتناسلية الميوزي. رقم 18 الخلية التي تنقسم انقساما نقط تعطي 4 خلايا. انقساما الخلية التي تنقسم انقساما ميوزيا، الميوزي يدي 4، الميتوزي يدي 2. تنقسم انقساما ميتوزيا تعطي خليتين فقط. تعالى لي السؤال اللي بعد كده. 19 يحدث الانقسام نقط في الخلايا نقط لتكوين الامشاج. طالما امشاج يبقى هنا خلايا تناسليه، وطالما هنا التناسليه يبقى هنا الانقسام الميوزي. طيب في الانسان والحيوان يحدث الانقسام الميوزي في نقط لتكوين الامشاج المذكره. خلي بالك انا بتكلم على امشاج مذكره، يبقى اللي بيحصل في الخصيه. بينما يحدث في نقط لتكوين الامشاج المؤنثه اللي هي المبيض. اوعى تقول لي البويضات، البويضات دي عباره عن خلايا جنسيه. الخلايا الجنسيه ما تنقسمش، يعني ولا حيوان منوي ينقسم، ولا حبوب لقاح تنقسم، ولا بويضات تنقسم. يتضمن الانقسام الميوزي مرحلتين، ميوزي اول وميوزي تاني. وقلنا الميوزي التاني ده كان غرضه زياده عدد الخلايا، يعني شغال زي الميتوز يعني. طيب 22 تحدث ظاهره العبور في نهايه الطور التمهيدي الاول من الانقسام الميوزي. عاوز تكتب ميوزي اول عادي مفيش مشكله. 23 تحدث ظاهره العبور اثناء الانقسام بين الكروماتيدين الداخليين في المجموعه الرباعيه. 24 تحتوي كل خليه جلد في ذكر الانسان، خلي بالك جلد يبقى كام كروموسوم؟ 46 كروموسوم. بينما يحتوي كل حيوان منوي المفروض النص، يبقى 23. مستر مش ممكن اكتب هنا 2 ان وان؟ لا هنا هتكتب الارقام، علشان انا قلت لك الارقام الوحيده اللي هتحفظها هي الانسان. خلاص؟ وهنا بيتكلم على خليه جسديه فيها العدد كام؟ 46 وحيوان منوي فيه النص. طيب 25 توصل العالم المصري مصطفى السيد إلى طريقة للكشف عن الخلايا السرطانية باستخدام تقنيات أو تقنية النانو، أو ممكن تقول لي جزيئات الذهب النانوية. طيب 26 تستخدم جزيئات نانوية من معدن الذهب في رصد الخلايا السرطانية المصابة، ثم تسلط عليها أشعة ضوء ليزر. وطبعا الاشعه دي بتتحول من الطاقه الضوئيه للطاقه الحراريه فبتحرق الخلايا السرطانيه. رقم 27 بعض الخلايا الجسديه لا تنقسم مطلقا. في عندي نوع من الخلايا الجسديه قلت لك مش هتنقسم خالص. ايه هي؟ عندك يا سيدي اللي هي كرات الدم الحمراء، وعندك كمان الخلايا العصبيه. دي ماشي دي ماشي. وفي عندك خلايا لا تنقسم الا تحت ظروف خاصه مثل خلايا الكبد. دي لازم بقى تتعور او يحصل فيه قطع في الكبد حتى ثلثين. تحمل نقط المعلومات الوراثيه للكائن الحي وتوجد في النواه. اللي كان شايل المعلومات الوراثيه ده اللي هو الحمض النووي. يبقى الحمض النووي الدي ان ايه ده الحمض الذي يحمل المعلومات الوراثيه. طيب 29 يحدث الانقسام الميتوزي في الخلايا الجسدية. وعندك يا سيدي يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا التناسلية. 30 عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية لكائن حي
خلي بالك خليه جسديه، ده كان فيه 2 ان العدد كامل. نقط عدد الكروموسومات اللي موجوده في المشيج كان فيه ان. طب ما 2 ان ده بيمثل ايه بالنسبه لان؟ ضعفه، يبقى ضعف. رقم 31 تتضاعف الماده الوراثيه في الطور البيني اللي هو الطور بتاع التجهيز. 32 يبدا الانقسام الميتوزي بالطور التمهيدي. اوعى تقول لي البيني ده مش تبع مراحل الانقسام، وينتهي بالطور النهائي. 33 في الانقسام الميتوزي تترتب الكروموسومات في منتصف الخليه في الطور الاستوائي. طبعا لو قال لك ميوزي يبقى الاستوائي الاول. طيب 34 تتكون خيوط المغزل اثناء الانقسام الخلوي في الطور، طبعا هنا التمهيدي، وتختفي في النهائي. 35 يظهر الغشاء النووي مرة أخرى أثناء الانقسام الخلوي في الطور النهائي. خلاص الغشاء اختفى في البداية في التمهيدي ورجع تاني في النهائي. عندما يتكثف السيتوبلازم عند قطبي الخلية يؤدي إلى تكوين، طبعا تكثف السيتوبلازم في الخلية النباتية يؤدي إلى تكوين خيوط المغزى. 37 احتفاظ الكبد بقدرته على الانقسام تحت ظروف معينة إذا جرح أو قطع جزءا منها يمثل الأساس العلمي لعملية زراعة الكبد. طيب يحدث الانقسام الميوزي في متك الزهرة لتكوين حبوب اللقاح. تعالى لي السؤال رقم 40 أو 39. في النباتات تسمى الأمشاج المذكرة الأمشاج حبوب اللقاح. طبعا الأمشاج دي اللي هي يقصد بيها الخلايا الجنسية، وتسمى الأمشاج المؤنثة بالبويضات. رقم 40 يهدف الانقسام نقط إلى تكوين الأمشاج الميوزي، بينما يهدف الانقسام نقط إلى نمو الكائنات الحية الميتوزي، علشان هنا بزود عدد الخلايا. كتلة الخلايا الناتجة عن الانقسام المستمر غير الطبيعي للخلايا الحية ده اللي هو عبارة عن الورم السرطاني. ده عبارة عن الورم السرطاني اللي هي الخلايا اللي عمالة تنقسم بشكل غير طبيعي على طول، عمال على بطال. 42 التكاثر في الكائنات الحية نوعين، جنسي ولا جنسي. من صور التكاثر اللاجنسي قول لي أي صور. عندك يا سيدي الانشطار الثنائي، وعندك يا سيدي التبرعم، وعندك يا سيدي التجدد، وفي الجراثيم، وفي عندك التكاثر اللي هو الخضري. يحدث التكاثر بنقط في الأوليات الحيوانية بالانشطار الثنائي. ده الانشطار الثنائي كان في الأوليات الحيوانية. ونقط والبكتيريا التحلل البسيطة. 45 اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث ليتكون الزيجوت او اللقاح يعرف بالاخصاب. 46 التبرعم احدى صور التكاثر اللاجنسي في الكائنات وحيدة الخلية. تبرعم في وحيد الخلية مثل مين؟ مثل فطر الخميرة، وبعض الكائنات عديدة الخلايا زي الاسفنج والهايدرا. خلي بالك هنا بتكلم على اللي هي كائنات عديدة الخلايا. 47 تتكاثر الاميبا لا جنسيا عن طريق الانشطار الثنائي. بينما الهايدرا عن طريق التبرعم، لسه قايلينه فوق. في التكاثر بالتبرعم تنقسم النواة الى نواتين تبقى احدهما في اللي هي الفرد الابوي او الخليه الام. الخليه الام طبعا اللي هي الخليه الاصليه، وتهاجر الاخرى الى البرعم. طيب 49 من الفطريات التي تتكاثر بالجراثيم عش الغراب اللي هو المشروم وعفن الخبز. يحتوي فطر نقط على حوافظ جرثوميه تحتوي كل منها على عدد كبير من النقط. اي فطر من اللي فيه جراثيم، عش الغراب مثلا. ماشي، حوافظ جرثوميه تحتوي كل منها على العديد من الجراثيم. طبعا الجراثيم ديت بتنتشر عن طريق الهواء وتسقط في مكان مناسب وتنمو بقى بالانقسامات الميتوزيه. طيب 51 يتكاثر فطر عفن الخبز بالجراثيم، بينما نجم البحر بالتجدد.
يمكن أن تتكاثر بعض النباتات تكاثرا نقط دون الحاجة إلى نقط كما في عملية زراعة الأنسجة النباتية، وتكاثر لا جنسي أو خضري دون الحاجة إلى بذور، أنا مش محتاج بذرة. 53 يتم التكاثر نقط بواسطة فردين أبويين، 2 يبقى تكاثر جنسي، بينما يتم التكاثر نقط بواسطة فرد أبوي واحد اللي هو اللا جنسي. 54 يعتمد التكاثر الجنسي على عمليتين أساسيتين هما طبعا هنا تكوين الأمشاج، لازم يكون الفرد عنده الأمشاج من خلال الانقسام اللي هو الميوزي، وكمان العملية الثانية الإخصاب. 55 في عملية الإخصاب يتم اندماج المشيج المذكر، المشيج المذكر اللي هو الخلية الجنسية بتاعت المذكر مع المشيج المؤنث، ودول هما الاثنين مع بعضيهم يدوني الزيجوت. طيب 56 يعطي الزيجوت عند نموه بالانقسامات الميتوزية. طبعا هنا هيكبر بالانقسام الميتوزي فردا جديدا يجمع صفاته الوراثية من فردين أبويين. التكاثر النقط ينتج أفرادا مطابقة للفرد الأبوي تماما اللي هو التكاثر اللا جنسي. تعالى لي السؤال رقم 58، يعد التكاثر الجنسي مصدر للتغيير الوراثي لحدوث ظاهرة العبور. أنا قلت لك ظاهرة العبور دي هي السبب في تغيير ملامحنا وأشكالنا والصفات الوراثية بتاعتنا أثناء الانقسام الميوزي الأول. عاوز تكتب ميوزي أول، عاوز تكتب ميوزي، تمام. رقم 59 ينشأ البرعم في فطر الخميرة كبروز جانبي في الخلية الأم، ثم تنقسم نواة الخلية انقساما ميتوزيا. رقم 60 يتكاثر فطر الخميرة عن طريق طبعا التبرعم، طبعا درسين سهلين جدا يعني، بينما تتكاثر البكتيريا عن طريق الانشطار الثنائي. رقم 61 يحدث التكاثر اللاجنسي في الكائنات نقط وبعض الكائنات نقط. في الكائنات وحيدة الخلية، وحيدة الخلية يعني اللي فيها خلية واحدة، وبعض الكائنات عديدة الخلايا. رقم 62 يعتمد التكاثر اللاجنسي على الانقسام الميتوزي. طيب رقم 63 يختفي الفرد الأبوي في التكاثر اللاجنسي بالانشطار الثنائي. كما في البكتيريا، البكتيريا لما بتيجي تعمل انشطار ثنائي الفرد الأبوي بيختفي. طيب 64 يتم التكاثر الخضري صناعيا بطريقة زراعة الأنسجة النباتية. زراعة الأنسجة النباتية. طيب 65 قياس السرعة النسبية، طبعا ده من الوحدة الأولى، يعتمد على حالة المراقب واتجاهه. طبعا ده سؤال كده في النص يعني. طيب التكاثر النقط لا يتطلب أجهزة أو تراكيب خاصة، طبعا التكاثر اللاجنسي. 67 برضه من ضمن اللي هي الأسئلة بتاعت الوحدة الأولى، تتحرك في اتجاه ما بسرعة 50، تبدو سرعتها 110 كم كل ساعة بالنسبة لمراقب متحرك ب 60 في نقط اتجاه حركة السيارة. طب بص بقى، هي العربية كانت ماشية حق وحقيقي بكام؟ 50. تبدو دي معناها سرعة نسبية، يعني أنا شايفها كام؟ أنا شايفها 110. الله، ده هي أساسا كانت ماشية حق وحقيقي 50 بس أنا شفتها 110. يعني وصل لي احساس ان السرعه زادت، السرعه زادت بقى. ويوصل لي احساس ده امتى؟ لو انت ماشي عكس الاتجاه. طيب بعد كده بيقول لي 68 اذا قطعت سياره مسافه 72 كيلومتر خلال ساعه فان سرعه السياره تساوي كام متر لكل ثانيه؟ بص يا سيدي، 72 كيلومتر خلال ساعه يعني 72 كيلومتر في الساعه. انا بقى عاوز احولها للمتر في الثانية. أعمل إيه؟ اضرب في 5 على 18. اضرب في 5 على 18 72 في 5 على 18 تطلع معاك تقريبا ب 20 متر لكل ثانية.
طيب تعالى لي 69 الصورة التي يمكن استقبالها على حائل تسمى بالصورة الحقيقية. 70 الوسيلة التي يستخدمها الفلكيون لبيان الأطوال الموجية الضوئية المختلفة التي تبعثها الشمس تسمى طبعا التلسكوب الشمسي أو المطياف. المطياف ده اللي هو زي المنشور الثلاثي اللي بيحلل الضوء. طيب في رأي لابلاس أن السديم فقد شكله القروي وأصبح له شكل قرص دوار تحت تأثير قوة الطرد المركزي. قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها يعرف بالتجدد. 73 إذا وقف شخص على بعد 3 متر من مراية، أدي مراية وادي واقف واحد أهو، أدي ده الجسم وبينه وبين المراية 3 متر، فتتكون له صورة على بعد كم متر من المراية؟ والله الصورة بتاعتي هتكون الناحية التانية ويكون برضو على بعد 3 متر، يبقى أنا عندي 3 متر من المرآة. وإذا تحرك هذا الشخص متر واحد نحو المرآة، يعني أنا بقيت هنا بدل ما هي 3 متر بقيت 2 متر، يبقى الصورة أكيد هتكون 2 متر زيي. ماشي، نحو المرآة، فإن بعد الصورة الجديدة أو بعد الشخص عن الصورة الجديدة، أدي الشخص وأدي الصورة الجديدة، بعدها قد إيه؟ 4 متر. 2 ورا و2 قدام. طيب تعالى لي المصطلح العلمي. خلايا متخصصة لإنتاج الأمشاج. الخلايا اللي بتديني أمشاج اللي هي الخلايا التناسلية، عاوز تكتب بالمناسل ماشي. أجسام خيطية الشكل تمثل المادة الوراثية للكائن الحي، ده طبعا الكروموسومات. السؤال اللي بعد كده رقم 3، الجزء المسؤول عن عملية الانقسام الخلوي في الخلية، طبعا المسؤول عن انقسام النواة. منطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم، الكروموسوم بيبقى عبارة عن اكس، عاوز المنطقة اللي في النص ده اللي هو السنترومير، حتى جاي من كلمة سنتر في النص يعني. الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية، طبعا ده اللي هو الدي ان اي. طيب 6 انقسام الخلية الجسدية إلى خليتين جديدتين بكل منهما نفس عدد كروموسومات الخلية الأم، ده الانقسام الميتوزي. الانقسام الميتوزي. مع بس معلومة ليكم إن الدي إن إيه ده اختصار لكلمة كبيرة اسمها داي أوكسي رايبو نيوكليك أسيد، اللي هو الحمض النووي داي أوكسي رايبو نيوكليك أسيد. واخدين منها بس 3 حروف دي إن إيه، داي أوكسي رايبو نيوكليك إن أسيد اللي هو الحمض. طب انقسام خلوي يحدث للخلايا الجسدية ويؤدي إلى نمو الكائن الحي، برضه الانقسام الميتوزي. شبكة من الخيوط تمتد بين قطبي الخلية في الطور التمهيدي. شبكة الخيوط اللي مواصلة ما بين القطبين بتوع الخلية اللي هي طرفين الخلية فوق وتحت، دي خيوط المغزل. طيب الجزء المسؤول عن سحب الكروموسومات برضه خيوط المغزل. انقسام خلوي يؤدي إلى تكوين الأمشاج، طبعا الميوزي بيحصل للخلايا التناسلية ويديني أمشاج. 9 خلايا تنتج عن الانقسام الميوزي، خلايا هتطلع بعد كده وتحتوي على نصف عدد الكروموسومات، دي الخلايا الجنسية. الخلايا الجنسية ماشي، عاوز تكتب الأمشاج ماشي. خلايا تنتج عن الانقسام الاختزالي للخلايا التناسلية، برضو الخلايا الجنسية هي. 10 مجموعة مكونة من 4 كروماتيدات تنشأ عن تقارب كروموسومين متماثلين من بعضهما البعض، ده المجموعة الرباعية. المجموعة الرباعية. طيب عملية تبادل الجينات بين الكروماتيدين الداخليين للمجموعة الرباعية، ده ظاهرة العبور. ظاهرة تسهم في تبادل الجينات وتعد عاملا هاما في اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد، برضه ظاهرة العبور. مرض خطير ينتج عن الانقسام المستمر لبعض خلايا الجسم، ده السرطان. رقم 13 كتلة الخلايا الناتجة عن الانقسام المستمر غير طبيعي للخلايا الحية، ده اللي هو الورم السرطاني.
رقم 14 تقنية تعمل على علاج مرض السرطان باستخدام جزيئات نانوية من الذهب اللي هي تقنية النانو. تقنية النانو أو النانو تكنولوجي. 15 يتركب من كروماتيدين متصلين معا عند السنترومير، ده الكروموسوم. 16 خلايا متخصصة لإنتاج الأمشاج، دي الخلايا التناسلية. الطور الذي تستعد فيه الخلية للانقسام عن طريق مضاعفة المادة الوراثية، ده اللي هو البايدي. أول مرحلة بيعدي عليها، طبعا مش من ضمن مراحل الانقسام، دي مرحلة تمهيدية. يتكون كيميائيا من حمض نووي دي ان ايه وبروتين، ده الكروموسوم. مرحلة من الانقسام الخلوي تختفي فيه الغشاء النووي والنوية وتتضح الكروموسومات. طبعا هنا ده اللي هو التمهيدي، اللي كان بيختفي فيه الغشاء النووي والنوية تمهيدي. الطور الذي تترتب فيه الكروموسومات في منتصف الخلية، طبعا ده الاستوائي. الاستوائي. مرحلة تحدث فيها مجموعة من العمليات الحيوية يترتب عليها تكوين كروموسومات كاملة متساوية في العدد مع الخلية الأم. مرحلة كروموسومات اتكونت، الخلايا خلاص طلعت، ده طبعا في الطور النهائي. طيب رقم 22 إحدى أطوار الانقسام الميتوزي التي تحدث فيه مجموعة تغيرات عكس ما يحدث في التمهيدي، العكس التمهيدي النهائي. الأمشاج المذكرة في النبات، حبوب اللقاح. الأمشاج المؤنثة في النبات والإنسان والحيوان، طبعا البويضات. عملية حيوية يقوم فيها الكائن الحي بإنتاج أفراد جديدة من نفس نوع، ومما يضمن استمراره وحمايته من الانقراض، ده التكاثر. لا أقول جنسي ولا لا جنسي. والله لو قال لي من فرد أبوي واحد يبقى جنسي، فردين يبقى لا سوري، لو فرد أبوي واحد لا جنسي، لو فردين يبقى جنسي. طيب 26 عملية حيوية يقوم فيها الفرد الأبوي، هنا بقى الفرد الأبوي يبقى ده كده لا جنسي. تكاثر لا يتطلب أجهزة أو تراكيب خاصة في الكائن الحي، وتكاثر يتم عن طريق فرد أبوي واحد، طبعا برضو التكاثر لا جنسي، هما الاثنين تكاثر لا جنسي. تكاثر لا جنسي يتم عن طريق انشطار كائن حي وحيد الخلية إلى خليتين متماثلتين كل منها مطابقة له تماما، ده الانشطار الثنائي. تركيب ينشأ كبروز جانبي فيه الخلية الأم تهاجر إليه إحدى النواتين الناتجتين من انقسام النواة ميتوزيا، ده البرعم. تكاثر لا جنسي يتم فيه إنتاج أفراد جديدة عن طريق البراعم النامية، يبقى ده التكاثر بالتبرعم. 30 قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها، ده التجدد. قدرة الجزء المفقود اللي هو الجزء الصغير إن يكون كائن كامل، يبقى ده تكاثر بالتجدد. طيب 32 تركيب إذا وجد فيه الذراع المقطوع من نجم البحر يجعله ينمو مكونا كائن جديدا، ده اللي هو القرص الوسطي أو القطعة الوسطى. إحدى صور التكاثر اللاجنسي هو أكثر شيوعا في الفطريات وبعض الطحالب، ده اللي هو التكاثر بالجراثيم. أعضاء خاصة يوجد بداخل كل منهما عدد كبير من الجراثيم اللي هي الحوافظ الجرثومية. تكاثر لا جنسي يتم بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة عدا البذور، ده التكاثر الخضري. إنتاج أفراد جديدة من فردين أبويين أحدهم مذكر والآخر مؤنث، يبقى ده تكاثر جنسي. عملية حيوية يقوم فيها كائن الحي بإنتاج أفراد جديدة لها صفات وراثية متباينة عن الآباء، برضه تكاثر جنسي. اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت، ده الإخصاب. رقم 38 الخلية الناتجة عن عملية الإخصاب وتحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات النوع، ده اللي هو الزيجوت. 39 خلايا تتكون في الكائنات الحية الراقية من خلايا خاصة تعرف بالخلايا التناسلية في عملية الانقسام الاختزالي الميوزي.
خلايا تتكون في الكائنات الحيه الراقيه من خلايا خاصه تعرف بالخلايا التناسليه. التناسليه بتديني ايه؟ خلايا جنسيه او امشاج. امشاج. خليه تحتوي على ماده وراثيه من كلا الابوين. خليه فيها صفات وراثيه من الابوين وتعطي عند نموها فردا جديدا يجمع في صفاته بين صفات كل من الفردين الابوين، ده الزيجوت. يتكون كيميائيا من حمض نووي دي ان ايه وبروتين، ده الكروموسوم. اعضاء خاصه للتكاثر في الطحالب والفطريات، ده الحوافظ الجرثوميه. تعالى بقى ليه صح وغلط. يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجسديه، طبعا غلط. ينتج عن الانقسام الميتوزي خلايا بها نصف الماده الوراثيه، لا ده فيها العدد الكامل من اللي هي الكروموسومات او الماده الوراثيه. تحدث ظاهره العبور في الطور الانفصالي من الانقسام الميوزي الاول، لا ده في الطور التمهيدي الاول. طيب يهدف الانقسام الميوزي الى تكوين الامشاج، صح. 5 تتكون الامشاج في الكائنات الحيه من خلايا خاصه تعرف بالخلايا الجسديه اثناء الانقسام الميوزي، طبعا غلط، المفروض التناسليه. التكاثر الجنسي يحافظ على التراكيب الوراثيه للكائنات الحيه، لا ده بالعكس، التكاثر الجنسي بيديني افراد مختلفه. 7 النسل الناتج من التكاثر اللاجنسي يكتسب صفات اللاجنسي، خلي بالك اللاجنسي، طبعا اللاجنسي يكتسب صفاته مختلفه عن الكائن الحي الاصلي، طبعا غلط، ده هو نفس الكائن الاصلي. تنقسم الاميبا بالانشطار الثنائي الى خليتين متطابقتين كل منهما تشبه الخليه الام، صح، ده من ضمن الاوليات الحيوانيه. 9 التكاثر اللاجنسي في فطر الخميره يحدث بواسطه الابواغ اللي هي الجراثيم، لا ده من خلال التبرع. 10 تتكاثر الاوليات الحيوانيه بالانشطار الثنائي، زي الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا. ينشأ البرعم كبروز جانبي في الخليه ثم تنقسم نواتها ميوزيا، لا ده ميتوزي، سوري غلط. 12 يتكاثر فطر عفن الخبز بالانشطار الثنائي، لا ده بالجراثيم. تنقسم الخلايا الجسديه ميوزيا لتساعد على نمو الكائن الحي وتعويض الخلايا التالفه، غلط، مش ميوزي، ميتوزي. 14 من فروض نظريه النجم العابر وجود نجم اخر كان يدور بالقرب من الشمس، لا النجم العابر ده هو في نجم قرب للشمس مش كان بيدور حواليه، اللي كان بيدور حواليه ده اللي هي النظريه الحديثه. 15 تتكون خيوط المغزل في الخليه النباتيه من الجسم المركزي، لا من تكثف السيتوبلازم. 16 تتكون الامشاج في الكائنات الحيه من خلايا خاصه تعرف بالخلايا الجسديه، لا ده التناسليه، يبقى الكلام ده غلط. تعالى ليه السؤال رقم، اختر بقى. بيقول لي هنا يتركب الكروموسوم، يتركب الكروموسوم من حمض نووي، الحمض النووي ده سميناه اللي هو الدي ان ايه. طب يحدث الانقسام الميتوزي في الخلايا الكبد ولا الخصيتين ولا المبيضين ولا الكبد بس؟ طبعا هنا بيحصل انقسام الميتوزي في الكبد اللي هي الخليه الجسديه. طيب خلايا لا تنقسم مطلقا، طبعا خلايا الدم الحمراء اللي هي البالغه. يعمل الانقسام الميتوزي على نمو انسجه الانسان، ما الاختيار الصحيح الذي يعبر عن عدد الكروموسومات اللي موجوده في الخليه الام؟ الخليه الام اساسا جسديه ويبقى فيها 2 ان، والخلايا الناشئه الجديده اللي هتطلع من الميتوزي برضه فيها 2 ان، يبقى 2 ان الى 2 ان. 5 يتكون الكروموسوم من نقط كروماتيد قبل بدايه الانقسام الخلوي، قلت لك قبل ما يخش الانقسام الخلوي بيتكون من 1 كروماتيد، دخل الانقسام الخلوي يبقى 2 كروماتيد. 6 يقل طول خيوط المغزل، يعني بتكش في الطول الانفصالي. طيب يعاد ظهور كل من النوايا والغشاء النووي، بيرجعوا تاني في الطور النهائي. خلية جسدية بها 20 كروموسوم، فإذا انقسمت ميتوزيا يكون عدد الكروموسومات بكل خلية ناتجة برضو 20، الميتوزي يديني نفس الرقم، نفس العدد الكروموسومات بتاع الخلية الأم. يحدث الانقسام الميوزي في خلايا الخصية عشان تديني حيوانات منوية. 10 يحدث الانقسام الميوزي في النباتات الزهرية في خلايا المتك لتكوين، طبعا المتك يديني حبوب لقاح. 11 تمر الخلية التناسلية بالطور البيني قبل، طبعا التناسلية يبقى ميوزي أول، ميوزي أول. واحد يجي يقول لي مستر طب ما في ميوزي أول وميتوزي والطور البيني بيسبقهم، بس أنا بتكلم على خلية تناسلية، التناسلية ديت ميوزي بس مش ميتوزي. طيب رقم 12 تستعد الخليه للدخول لمراحل الانقسام الميوزي بتضاعف الماده الوراثيه، تضاعف الماده الوراثيه بيتم في الطور البيني.
طيب رقم 13، ما عدد المرات التي تتضاعف فيها الماده الوراثيه اثناء الانقسام الميوزي؟ هي مره واحده بس اثناء الطور البيني، بتعمل بيني مره واحده بس. 14، تتكثف الماده الوراثيه وتظهر على شكل ازواج متماثله من الكروموسومات في الطور التمهيدي الاول. فين تمهيدي اول؟ 15، في الانقسام الميوزي ينقسم السنترومير. السنترومير بينقسم مره واحده بس في الانفصال الثاني، مره واحده فقط في الطور الانفصالي الثاني. وساعتها وريت لكم الرسمه وشفتوا السنترومير بينقسم ازاي. طيب 16، تتكون المجموعه الرباعيه. المجموعه الرباعيه فيها 4 كروماتيدات و2 سنترومير. اهو ادي 2 كروماتيد وادي 2 كروماتيد، 2 و2 4، وادي سنترومير وادي سنترومير. في الشكل المقابل يوضح زوج من الكروموسومات المتماثله اثناء عمليه انقسام ميوزي في الطور. طبعا ظاهره العبور دي بتحصل في الميوزي الاول في الطور التمهيدي الاول. عدد الكروموسومات في المشيج. المشيج في ان. عدد الكروموسومات في الخليه الاصليه. الخليه الاصليه فيها 2 ان، يبقى ان نص، لا مش نفس، نص. عدد الكروموسومات في حبه اللقاح. حبه اللقاح ان والبويضه ان، يبقى هما 2 متساويين عشان دي مشيج وده مشيج. 20، كل مما ياتي يحتوي على نص الماده الوراثيه ما عدا مين اللي فيه عدد كامل؟ اللي فيه عدد كامل خلايا الكبد عشان دي خلايا جسديه. طيب 21، تحتوي الخليه الناتجه من الانقسام الميوزي على نقط كروموسومات التي تحتويها الخليه الناتجه من الانقسام الميتوزي. الميوزي بيدي ان، الميتوزي بيدي 2 ان، يبقى نصف. اذا كان عدد الكروموسومات في نواه حبه لقاح. حبه لقاح ده مشيج يعني في ان كروموسوم، خلاص، اللي هو 10، فان عدد الكروموسومات في نواه كل خليه من خلايا الساق. الساق دي جسديه فيها العدد كامل، اضرب في 2 يبقى فيها كام؟ فيها 20 كروموسوم. طيب 23، يمكن الكشف عن الخلايا السرطانيه باستخدام تكنولوجيا النانو بواسطه جزيئات الذهب. توجد الكروموسومات في طبعا النواه. منطقه اتصال الكروماتيدين معا في الكروموسوم هي السنترومير. يؤدي الانقسام الميتوزي الى تكوين حبوب اللقاح، تكوين البويضات، نمو طبعا الكائن الحي. تتكثف الشبكه الكروماتينيه وتظهر على شكل خيوط رفيعه مزدوجه في الطور التمهيدي. تعال ليه السؤال رقم 28. إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد الإنسان يحتوي على 46 كروموسوم، يبقى خلية الجلد فيها كم كروموسوم؟ خلية الجلد فيها 46 كروموسوم عشان دي خلية جسدية فيها العدد كامل. 29، تظهر خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور التمهيدي. تختفي النوية والغشاء النووي في الطور التمهيدي. طيب في الانقسام الميتوزي تترتب الكروموسومات في منتصف الخلية في الطور الاستوائي. عدد الخلايا الناتجة عن انقسام خلية واحدة ميوزيا 4. الأعضاء الجنسية المؤنثة في النبات تسمى مبايض، اللي هو جمع كلمة مبيض. تحدث ظاهرة العبور في الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. تمهيدي أول ميوزي. نسبة يعني أنت هتقسم عدد الكروموسومات الموجودة في الأمشاج. الأمشاج فيها إن، هتقسمه على مين؟ نسبة يعني اسم ما تنساش. الناتجة عن عملية الانقسام الاختزالي اللي هو الميوزي بالنسبة لعدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية. الجسدية فيها 2 ان. طبعا انت لو قسمت 2 دول هيطلع لك نص. طيب إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد كائن حي 32 كروموسوم، فإن عدد الكروموسومات في خلية المشيج في النص يبقى 16. خلي بالك مش 16 زوج، 16 زوج يعني معناها 32 مضروبين في 2. طيب إذا كان عدد الكروموسومات في نواة حبة لقاح ذرة، خلي بالك ده مشيج يبقى ده ان. فإن عدد الكروموسومات في خلايا الساق فيها 2 ان، يبقى اضرب في 2 يبقى فيها 20. طيب عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي، عدد الكروموسومات في البويضة، ما ده مشيج وده مشيج يبقى فيها هما الاثنين عدد متساوي. يهدف التكاثر اللاجنسي إلى إنتاج أفراد جديدة بس مطابقة للآباء. طيب تعالى لي السؤال رقم 40. تتكاثر الأوليات الحيوانية مئابية وبراميسيوم ويوجلينا بواسطة اللي هو الانشطار الثنائي.
يتكاثر كل مما ياتي بالانشطار الثنائي عدا طبعا حيوان الاسفنج ده بالتبرع. يحدث التبرع في اميبا اسفنج نجم البحر فطر العيش الغراب طبعا الاسفنج. من امثله الكائنات وحيده الخليه فطر العيش الغراب لا غلط ده عديد. براميسيوم اميبا نجم البحر ده عديد ما ينفعش. فطر خميره اميبا هايدرا ده عديد ما ينفعش. فطر خميره اميبا بكتيريا. يتكاثر نجم البحر لا جنسيا عن طريق التجدد. رقم 45 الانقسام الميتوزي ضروري للكائنات الحيه وحيده الخليه ليه تجدد ولا تكاثر ولا نمو في الحجم ولا تكوين انسجه. خلي بالك ضروري للكائنات الحيه وحيده الخليه. وحيده الخليه يبقى تكاثر. واحد يجي يقول لي نمو في الحجم هو خليه واحده هتنمو ايه؟ طب تكوين انسجه هو خليه واحده وربنا خليه واحده. طبعا انسجه دي معناها عديد خلايا. طبعا تجدد ايه؟ ده تجدد ده في نجم البحر. طيب يحدث التكاثر بالابواغ في جميع الكائنات التاليه ما عدا طبعا نجم البحر. طبعا ابواغ اللي هي الجراثيم يعني. يعتمد التكاثر في الخميره ونجم البحر على الانقسام الميتوزي ولا الميوزي ولا الاخصاب ولا تكوين الامشاج. طبعا الانقسام الميتوزي. 48 يعد التكاثر اللاجنسي بالابواغ اكثر شيوعا في بعض الفطريات والطحالب لاحتوائها على جراثيم. يختلف الفرد الابوي عند حدوث التكاثر بالانشطار الثنائي. 50 يتم التكاثر الخضري طبيعيا بواسطه الجذر والساق والاوراق يعني جميع ما سبق. 51 يعتمد التكاثر نقط على تكوين الامشاج والاخصاب اللي هو التزاوجي او الجنسي. 52 يعتبر التكاثر نقط مصدر للتغير الوراثي اللي هو انتوا حافظينه الجنسي. طيب يتم نقط في التكاثر الجنسي بالانقسام الميتوزي. في التكاثر الجنسي ميتوزي مستر التكاثر الجنسي بيعتمد على الميوزي. انا بتكلم على لما يحصل تكاثر جنسي ايه الحته اللي بنستخدم فيها الانقسام الميتوزي ان انا اكبر الجنين. يبقى هل نمو الايه؟ نمو الزيجوت. رقم 54 يحتوي نقط على ماده وراثيه من كلا الابوين ويعطى عند نمو فردا جديدا اللي كان خليه عباره عن خليه فيها ماده وراثيه من كلا الابوين ده اسمه الزيجوت. 55 جميع الخلايا الاتيه تحتوي على الماده الوراثيه للكائن الحي كامله كله كامل ما عدا جرثومه برعم زيجوت حبه لقاح. طبعا حبه اللقاح عشان ده مشيج في النص. اذا احتوت بويضه مخصبه. بويضه مخصبه يعني ايه يا مستر؟ يعني زيجوت يعني 2 ان 12 كروموسوم. فمعنى ذلك ان البويضه الغير مخصبه فيها النص يبقى 6. طيب 57 الكائنات الناتجه عن التكاثر النقط ليس لها نفس تركيب الدي ان ايه يعني حصل فيها تغيير يبقى جنسي. يتكاثر فطر الخميره لا جنسيا عن طريق التبرعم. جميع الكائنات الحيه التاليه تتكاثر بالانشطار الثنائي ما عدا الخميره تبرعم. يختفي الفرد الابوي عندما يحدث تكاثر في البكتيريا عفوا خبز خميره نجم البحر البكتيريا عشان ده انشطار ثنائي. 61 قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها يعني التجدد زي اللي حصل لنجم البحر. يعتمد التكاثر في فطر الخميرة ونجم البحر على إخصاب لا انقسام ميوزي لا انقسام ميتوزي التكاثر الأكثر شيوعا بين الفطريات هو التكاثر بالجراثيم. يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تماما لنبات الأم عن طريق اللي هي زراعة الأنسجة النباتية. تعالى بعد كده ليه اللي هو السؤال اللي بتحبوه جدا علل. تعالى بقى ركز معايا بقى في اجابات علل. تمر الخليه بطور بيني تحضيري قبل الانقسام الميتوزي او ممكن يجي يقول لك ايه يسبق الانقسام الخلوي طور بيني. ما تنساش ان الطور ده طور تمهيدي الخليه بتجهز فيه نفسها بتعمل شويه عمليات مهمه ومضاعفه الماده الوراثيه. اقول له لتهيئه الخلية للدخول لمراحل الانقسام عن طريق رقم 1 مضاعفة المادة الوراثية والقيام بالعمليات الحيوية. طيب تعالى لي السؤال رقم 2. تتضاعف المادة الوراثية في الطور البيني قبل الدخول لمراحل الانقسام الميتوزي. هو الانقسام الميتوزي كان بيديني كام خلية؟ تقول لي مستر 2.
طب ما كل واحده من الاثنين اللي طالعين دول لازم ياخد نصيبهم كامل ومكمل. يبقى انا بالتالي الخليه اللي هي الام الاصليه خالص لازم يكون عندها الدبل من الكروموسومات او الدبل من الماده الوراثيه. ماشي، فتدي ده نصيبها وتدي ده نصيبها. يبقى حتى تحصل كل خليه من الخليتين الجديدتين على نسخة كاملة من المادة الوراثية. يبقى حتى تحصل كل خلية من الخليتين الجديدتين على نسخة كاملة من المادة الوراثية، وبكده وبذلك يظل عدد الكروموسومات ثابت في أفراد النوع الواحد. ده يخلي كل الخلايا اللي هي الجسدية اللي بيتم من خلالها الانقسام الميتوزي عدد الكروموسومات فيها ثابتة في كل الأنواع. طيب، أو من نوع لآخر يعني. انكماش خيوط المغزل أثناء الطور الانفصالي من الانقسام الميتوزي. ليه خيوط المغزل كانت بتكش؟ علشان تكون لتكوين مجموعتين متماثلتين من الكروموسومات أحادية الكروماتيد عند كل قطب. وساعتها رسمناها كده، كانت ادي الخليه بتبقى عامله زي الفول السوداني، ماشي، وادي هنا الجسم المركزي، وادي خيوط المغزل كانت بتكش. كان هنا في كروموسومات بس بتكون من خيط واحد، وهنا كروموسومات بس بتكون من خيط واحد. طيب، رقم 4 تسمى التغيرات الحادثة في الطور النهائي للانقسام الميتوزي بالتغيرات العكسية، عشان النهائي عكس التمهيدي، لأنها تغيرات عكس الطور التمهيدي. طيب، تعالى لوجود الجسم المركزي في الخلية الحيوانية. ايه أهمية الجسم المركزي؟ هتقول لي مثلا تكوين خيوط المغزل. يبقى لتكوين خيوط المغزل. رقم 6 لا يتعرض الشخص المتبرع في عملية زراعة الكبد لضرر نتيجة نقل جزءا من كبده السليم، لأنه بالانقسامات الميتوزية يكتمل مرة أخرى. هيعمل انقسام ميتوزي ويكمل نفسه من أول وجديد. طيب، الانقسام الميتوزي هام بالنسبة للطفل عكس الانقسام الميوزي. الانقسام الميتوزي بيوفر للطفل ايه؟ النمو، ولو في حاجة باظت من خلاياه اتعور اتكسر يلتئم. انما الميوزي ده هدفه تكوين امشاج، انا مش محتاج ليه دلوقتي كطفل، انا هحتاجه لما يبقى اوصل لمرحلة البلوغ. اقول له لأن الانقسام الميتوزي يهدف إلى نمو الكائن الحي الذي يحتاج إليه الطفل، بالإضافة إلى تعويض الخلايا التالفة. ماشي. أما الانقسام الميوزي يهدف إلى تكوين الأمشاج اللازم لإتمام التكاثر الجنسي والذي يحتاج إليه البالغين، وده البالغين محتاجين.
طب يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي، اختزالي يعني ناقص، لان عدد الكروموسومات في الخلايا اللي طلعت لك بعد كده بقت النص اللي موجود في الخليه الام. يبقى اقول له لان عدد او بيتم اختزال عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة إلى نصف عدد الكروموسومات في الخلية الأم. الجديد فيه N، إنما الأم كان فيه 2 N. طيب تعالى لي السؤال رقم 8 أو 9. تحمل الأمشاج نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية لنفس الكائن الحي. أقول له ليه؟ الأمشاج دي طالعة منين؟ هتقول لي يا مستر طالعة من الانقسام الاختزالي للخلايا التناسلية. كمان الكائن الحي هياخد نص صفاته الوراثية من الأب والنص صفاته الثانية من الأم. أقول له لأن الأمشاج تنتج من الانقسام الميوزي للخلايا التناسلية، كما أن الأفراد الناتجة تحصل على نصف الصفات الوراثية من الأب والنصف الآخر من الأم. يبقى أنا لازم المشيج يحمل النص. طيب تحتوي الأمشاج على نصف المادة الوراثية للنوع لأنها تنتج من الانقسام الميوزي للخلايا التناسلية. يؤدي الانقسام الميوزي إلى اختلاف الصفات الوراثية. هو الانقسام الميوزي كان بيحصل في إيه؟ لحدوث ظاهرة الإيه؟ لحدوث ظاهرة العبور في الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. عاوز تكتب لحدوث ظاهرة العبور على طول ماشي. تعتبر ظاهرة العبور عامل مهم في تنوع الصفات الوراثية عشان بيحصل تبديل للجينات اللي شايله المعلومات الوراثية في جزيء DNA بين الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية. يبقى بسبب تبادل للجينات التي تحمل المعلومات الوراثية في جزيء DNA، خلاص، بين مين؟ بين الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية. اختلاف نواتج الانقسام الميوزي عن الانقسام الميتوزي. تقول لي الميوزي بيطلع ايه والميتوزي بيطلع ايه؟ اقول له لان الانقسام الميوزي يحدث للخلايا التناسلية فينتج 4 خلايا جنسية بها نصف عدد كروموسومات الخلية الأم، بينما ينتج عن الانقسام الميتوزي للخلايا الجسدية خليتين بهما نفس عدد كروموسومات الخلية الأم.
طيب رقم 14 تعتمد تقنية الكشف عن الخلايا السرطانية باستخدام جزيئات الذهب النووية على بروتينات خاصة لأن لها القدرة على الالتصاق بإفرازات الخلايا السرطانية. الخلية السرطانية بتطلع شوية إفرازات كده، البروتينات دي بتلزق فيها. يحدث الانقسام الميتوزي في الخلايا الجسدية لثلاث أسباب. رقم 1 نمو الكائن الحي. 2 تعويض الخلايا التالفة مثل التئام الجروح والكسور. ايه تاني؟ طبعا هنا اتمام عملية التكاثر اللاجنسي. تعالى لي سؤال رقم 16. يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا التناسلية ليه؟ لإنتاج الأمشاج. لإنتاج الأمشاج. أهمية حدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي. هو ظاهرة العبور ديت كان فايدتها إيه؟ كان فايدتها إنها عامل من ضمن العوامل اللي بتؤدي إلى تغيير الصفات الوراثية في الكائن الحي. أقول له أهمية حدوث ظاهرة العبور: يحدث تبادل للجينات التي تحمل المعلومات الوراثية في جزيء DNA بين الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية، مما يؤدي إلى اختلاف الصفات الوراثية، وده بيخلي الصفات الوراثية مختلفة شوية. التكاثر اللاجنسي يحافظ على التراكيب الوراثي للكائن الحي، أو التكاثر اللاجنسي يؤدي إلى حدوث ظاهرة أو حدوث لا يؤدي إلى حدوث تطور في النوع. أو التكاثر اللاجنسي ينتج عنه أفراد مطابقة تماما في الفرد الأبوي، أو الأفراد الناتجة عن التكاثر اللاجنسي تتشابه معا في التركيب الوراثي. التكاثر اللاجنسي بيعتمد على الانقسام الميتوزي، وهنا الأفراد الناتجة بتحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية من الفرد الأبوي، وهنا مش هيحصل أي تغيير وراثي يؤدي إلى اختلاف الصفات الوراثية. أقول له لأن الأفراد الناتجة منين؟ من التكاثر اللاجنسي تحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوي أثناء انقسام أثناء الانقسام الميتوزي، ماشي، فتكون مطابقة تماما للصفات الوراثية للفرد للفرد الأبوي، بتبقى شبه الفرد الأبوي تبكي. تعالى ليه رقم 19 بيقول لك ايه؟ يعتمد التكاثر اللاجنسي على الانقسام الميتوزي. ليه بيعتمد على الانقسام الميتوزي؟ عشان مش محتاج تراكيب متخصصه، يعني مش محتاج خلايا تناسليه، والنسل الناتج هيحصل على نسخه كامله من الصفات الوراثيه للفرد الابوي. اقول له لان التكاثر اللاجنسي لا يحتاج الى تراكيب متخصصة اللي هي يقصد بها الخلايا التناسلية، كما أن النسل الناتج يحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوي. طيب 20 التكاثر اللاجنسي لا يتطلب أجهزة أو تراكيب متخصصة، لأنه يعتمد
على الانقسام الميتوزي. خلاص. وتقول له برضو كما أن النسل الناتج يحصل على نسخة كاملة من المادة الوراثية للفرد الأبوي. رقم 21 بيقول لك تتمزق الحوافظ الجرثومية في فطر عفن الخبز أثناء التكاثر. وهي ليه الحوافظ بتتكسر؟ عشان تطلع الجراثيم اللي فيها، تنزل على بيئة مناسبة بالانقسامات الميتوزية تكون لي كائن كامل. يبقى حتى تنتشر في الهواء وتسقط على بيئة مناسبة وبالانقسامات أو بالانقسام الميتوزي يكون أفراد مطابقة تماما للفرد الأبوي. تعالى لي السؤال رقم 22 بيقول لك يعتبر الانشطار الثنائي انقساما ميتوزيا. هو الانقسام الميتوزي ده او الانشطار الثنائي كان بيحصل فيه ايه؟ كان الفرد الابوي الخليه بتاعته تنشطر لخليتين متماثلتين تماما. اقول له لان خليه الفرد الابوي تنشطر يعني تنقسم الى خليتين متماثلتين مطابقين له تماما في الصفات الوراثية. تعالى لي السؤال حدوث تضاعف للمادة الوراثية قبل انشطار الخلية البكتيرية. البكتيريا كانت الخلية تنشطر، فلازم المادة الوراثية ديت تتضاعف علشان كل خلية من الخليتين تاخد نصيبها كامل. يبقى حتى تحصل كل خلية على نسخة كاملة من المادة الوراثية للفرد الأبوي. يختفي الفرد الأبوي الذي يتكاثر بالانشطار الثنائي. أقول له لأن الفرد الأبوي وحيد الخلية ينشطر إلى خليتين متماثلتين مطابقين له تماما في الصفات الوراثية. طيب 25 قد يتواجد فطر الخميرة على هيئة مستعمرات. طبعا ده عشان خاطر البرعم بيكبر وبيتكاثر بنفس الطريقة مكونا المستعمرة. أقول له لأن البرعم ينمو بالانقسامات الميتوزية ويتكاثر بنفس الشكل وهو متصل بالخلية الأم ويكون مستعمرة. يعني البرعم هينمو ويتكاثر بالتبرعم وهو لازق في الخلية الأم وبيكون مستعمرة. لا يعتبر التبرعم انشطار ثنائي، لأن تقول بقى تقارن ما بين التبرعم والانشطار الثنائي، لأن التكاثر بالتبرعم يتم عن طريق البراعم النامية على الفرد الأبوي، بينما الانشطار الثنائي تنشطر خلية الفرد الأبوي وحيد
الخلية إلى خليتين متماثلتين. طيب 27 يتكاثر نجم البحر لا جنسيا بالتجدد لأن قطعة أو لأن الزراعة مع قطعة من القرص الوسطي ينمو بالانقسامات الميتوزية ويكون كائن كامل مطابق للفرد الأبوي. طيب رقم 28 استمرار حياة نجم البحر حتى بعد أو مع قطع إحدى أذرعه، لأن نجم البحر عنده القدرة بالانقسامات الميتوزية يكون أو يعوض الجزء الثالث. أقول له لأن نجم البحر له القدرة بالانقسامات الميتوزية بالانقسام الميتوزي يعوض الذراع المفقودة. طيب 29 التكاثر بالجراثيم إحدى صور التكاثر اللاجنسي. ليه بقى؟ لأنه يتم عن طريق فرد أبوي واحد بالانقسامات الميتوزية بالانقسام الميتوزي، والأفراد الناتجة تكون مطابقة للفرد الأبوي. عشان كده الجراثيم من ضمن التكاثر اللاجنسي. تعالى ليه السؤال رقم 30 بيقول لك يتم التكاثر اللاجنسي في النبات دون الحاجة إلى أمشاج. ليه بقى؟ لأن ممكن يتم خضريا، تكاثر خضري. التكاثر الخضري بيعتمد على انقسام ميتوزي، يا إما طبيعي باستخدام اللي هي جذر الساق أوراق، أو عن طريق اللي هي زراعة الأنسجة النباتية. يبقى يتكتب إزاي دي؟ أقول له لأنه قد يتم خضريا بواسطة الانقسام الميتوزي، إما طبيعيا بواسطة الجذر أو الساق أو الأوراق دون الحاجة لبذور، أو صناعيا عن طريق زراعة الأنسجة النباتية. رقم 31 يعتمد التكاثر الجنسي على الانقسام الميوزي، لأن التكاثر الجنسي محتاج أمشاج، لأنه يعتمد على وجود الأمشاج التي تتكون من الانقسام الميوزي للخلايا التناسلية. رقم 32 في التكاثر الجنسي تنتج أفراد جديدة تحمل صفات مشتركة من الأبوين، عدم تطابق الأفراد الناتجة عن التكاثر الجنسي مع إحدى الأبوين. ليه؟ الأفراد اللي هتيجي هتبقى واخدة نص صفات وراثية من الأب ونص الثاني من الأم. أقول له لأن الأفراد الناتجة تحصل على نصف المادة الوراثية من الأب والنصف الآخر من الأم، فبالتالي بيبقى ميكس، فبالتالي الأفراد ما بتكونش شبه بعضها.
اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد في التكاثر التزاوجي أو التكاثر الجنسي مصدر للتنوع بين الأفراد، أو التكاثر الجنسي مصدر لحدوث التغير الوراثي بسبب حدوث ظاهرة العبور، والنسل الناتج واخد صفاته منين؟ من الأب والأم. كما أن النسل الناتج يحصل على صفاته الوراثية من فردين أبويين. طيب 34 ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسيا أو يحتوي الزيجوت على نصف المادة الوراثية. أقول له بسبب اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث الذي يحتوي كل منهم على نصف المادة الوراثية للنوع، يعني فيهم N كروموسومات، مما يؤدي لتكوين الزيجوت الذي يحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. 35 تلجأ الكائنات الحية إلى القيام بوظيفة التكاثر لإنتاج أفراد جديدة، طبعا عشان خاطر أحمي نفسي من الانقراض، لإنتاج أفراد جديدة من نفس النوع مما يضمن بقاؤها وحمايتها من الانقراض. طيب تعالى لي 36 لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من نبات العنب إذا تم إكثاره خضريا. أقول له لأن التكاثر الخضري يعتمد على الانقسام الميتوزي للعنب، وبالتالي تحصل الأفراد الناتجة على نسخة كاملة من المادة الوراثية للفرد الأبوي فتكون مطابقة تماما له في الصفات الوراثية. يبقى انت العنب هيعتمد على الانقسام الميتوزي، والانقسام الميتوزي هيدي نسخة كاملة للأفراد اللي هتطلع من الصفات الوراثية، وبالتالي هيبقى شبه الفرد الأب. بكده نكون أنهينا معاكم المنهج بالكامل شرح وحل. انتظرونا بقى في اللي هي المراجعات النهائية، وإن شاء الله حل المحافظات بتاعة السنة اللي فاتت. أتمنى أكون أفدت حضراتكم. دمتم موفقين وسعداء، وما تنسوش طول ما انتم مع مينا انتوا أكيد في إيد أمينة. ألقاكم فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء. سلام.